السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأني قويد الله كسولو هذا channel كان أحمد دارو قدني فضلا لايك كري فيديو سبسكرايب ندي channel كاديات وكسبتها فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل. اتصلت إحدى فتياتنا على أحد مشايخنا قائلة: انصحوا أبي انصحوا أبي يرد الخطاب عني وأنا والله في خطر عظيم. انصحوا أبي فأنا والله على خطر عظيم. تعتذر البيوت بصغر الفتيات. تناسى هؤلاء أن أم المؤمنين عائشة تزوجت وهي ابنة 9 سنوات. من الأعذار الواهية أريدها أن تكمل التعليم. أقول: وهل التعليم أهم من الزواج؟ ولسنا ضد التعليم أصلا. ما المانع أنها تتزوج وتكمل تعليمها؟ أمهات الجيل الماضي لا يقرأن ولا يكتبن، وخرجنا أجيالا من أحسن الأجيال. ما ضرهن والله أنهن لا يقرأن ولا يكتبن. تقول إحداهن: كنت صغيرة في السن حين تقدم لي الخطاب فردهم أبي، ردهم بداعي أريدها أن تكمل تعليمها. تخرجت، قال: أريدها أن تكمل الوظيفة، ولا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقولون عني وهو يردهم بأوهى الأعذار، بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم. حتى بلغت 40 من العمر، فجاءته الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد منا، ساعات الاحتضار. حينها يتذكر الإنسان ما قدم وما أخر. في تلك اللحظة تذكر الأب ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة، فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات. قالت: والله لن أسامحك، والله لن أسامحك. صويحباتي أمهات وجدات وأنا بين الجدران الأربعة. والله لن أسامحك، مت غير مغفورا لك. والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك. وإذا وقفت أنا وأنت أمام الله فسأخاصمك أمام الله. حرمتني حقا من حقوقي. والله الذي لا إله إلا هو أعرف بيتا من بيوت المسلمين فيه 7 فتيات تجاوزت أعمارهن 30 ولا زال يرد الخطاب طمعا وجشعا وظلما وعدوانا، تارة صغيرة وتارة أريد منها أن تكمل التعليم. أي تعليم هذا؟ هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن.